انا حاسس انتوا في طب بتبقوا تعوزوا يعني اي حاجه بتتذاكر نذاكرها وخلاص يعني. مش انا من اجل معاكي ذلك جدا. الناس اتجوزت، مش من اجل ذلك الناس امتى هيشوف اولاد وهياكل معاهم، امتى هي هتبقى شايفه بشراكه، امتى هو هيبقى حاسس ان انا عايز زوج، ان انا اتجوزت. انا شايفه ان الجواز ده ان الاب والام والاولاد مع بعض. ما للاسف ده احنا برضو لينا علاقه بيه، يعني انا كأب عصبي فابني هيبقى عصبي عشان الجينات. التمبرمنت بتاعه كده، هو طبيعه شخصيته كده. يا راجل ما فيش حد بيغير حد، احنا بنغير نفسنا. ده اللي انت تملكه يعني. الحلقه دي وعشان دايما احنا بنسعى ان احنا نختار الموضوع بعنايه، حسينا ان ده اكتر موضوع ممكن يهم كل الاجيال، وعشان كمان هو الاهمال فيه ممكن يسبب مصايب ومشاكل كبيره. وعشان دايما اهلنا زمان كانوا بيقولوا على الدكتور او الطبيب حكيم، مش بس عشان هو كان بيعالج الجسد، ده هو بيطبب الروح وبيعالج بكل الطرق. وده ينطبق على ضيفة حلقتنا دكتورة مي محمود عبد الله. دكتورة مي اتعرفت بروحها الطيبة وإنها ودودة وصديقة لكل الحالات اللي بتكون معاها. أهلا دكتورة مي. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. أخبارك إيه؟ تمام. وانا بقرا التايتل بتاع حضرتك اخصائيه وطبيبه نفسيه والكلام ده كله، ده طبيعي متوقع. لقيت ليسانس حقوق. ايه حكايه ليسانس حقوق ده؟ دي ليها قصة بقى، يعني انا انترستد ان انا ادرس حاجات مختلفة. اه وكان حقوق من ضمن المجالات بتاعه الاهتمام بتاعتي. اه وسعيد في ده كذا مرة ان انا ادرسها بالجامعة مفتوحة، اتقفلت مش اه عارف ايه، جت ما ربنا شاء يعني، وقدمت عليها وخلصت لي. انا حاسس انتوا في طب بتبقوا تعوزوا يعني اي حاجه بتتذاكر نذاكرها وخلاص يعني يلا. متهيألي كده. لا يعني انا كان الجانب ده حاسه ان هو ناقص عندي، ان هم ما شاء الله يعني طلبة حقوق او اه الكلية نفسها او علم القانون نفسه بياخد سيكتور بعيد خالص عن الطب. حلو. الحتة دي انا كنت عايزة ادخلها، عايزة اشوف ايه اللي فيها اه يعني، فده كان مفيد ليا يعني، يعني المستوى فادتك. الشخصي والمستوى المهني كمان. طب جميل، الكلام ده جميل. دايما احنا بنتكلم في بودكاست التسعيناتي في الاول عن ذكريات الطفوله بس، ولكن احنا معاكي، احنا يعني هنستغل الفرصه دي وهنتكلم عن جروحنا احنا في الطفوله. اه، دايما احنا بنمشي يعني في طول فتراتنا بيكون عندنا جرح كده في الطفوله، او عندنا مشاكل مرينا بيها مع اهلنا مع كده. فجروح الطفوله دي مكمله معانا، وازاي اقدر اسيطر عليها؟ ازاي ما اقدرش يعني ما اخليهاش تاثر على حياتي وعلى الناس اللي حواليا وعلى اولادي بعد كده؟ اوكي. هو انا الاول يعني حابه ان احنا بما اننا بنتكلم عن حاجات نفسيه وفي الطب النفسي، اه فمن كتر ما هي تم ادراجها في الميديا كتير قوي، فانا حابه الناس تهدى، عشان بقت اه الناس كلها حاسه ايه ده، هو انا عندي مشكله، انا عندي جروح طفوله. اه بابايا طلع نرجسي، مش عارفه مين حصل له ايه. حابه الناس تهدى، اني مما لا شك فيه ان احنا هيحصل لنا الم في حياتنا. اه الألم حتمي في حياتنا. المعاناة هي بقى الاختيارية اللي أنا محتاج إن أنا يعني أغير فيها، أو إن أنا أقول إن أنا محتاجة يعني أخد بوز ليها. مم. لكن سواء إحنا اتجرحنا في الطفولة بسبب أشخاص أو بسبب أحداث في حياتنا، فدي من ضمن سياق الرحلة الربانية القدرية اللي ربنا حاططها لنا. طيب في جروح بقى بتفضل نقها علينا، في جروح بيتم شفائها بشكل ذاتي من خلال ان ربنا بيعمل كومبنسيشن او بيعمل شويه كده يعني. في الرحله اللي احنا برضو بنخطوها بيعمل لنا شويه حاجات تقويميه تخلي تعمل بالانس او توازن ما بين الجرح اللي مرينا بيه وما بين خبره تانية تصحيحيه. احيانا ده ما بيحصلش، ويفضل الجرح ينقح علينا ينقح علينا ينقح علينا لغايه ما بيبقى متجسد في صوره شخص هو ليه بقى بالشكل ده، عضلت وبالغ وكبير، وفي نفس الوقت بيتصرف تصرفات أو بيسلك سلوك أو عنده معتقدات أو عنده أفكار أو بيرتبط في علاقات بشكل مش صحي ومكمل، وتتنقلها بقى الأجيال، جيل ورا جيل بقى ننقل معانا الجرح بتاعنا كده. بالظبط. يعني دايما اللي بيتضرب من اهله بيتعامل كده مع اولاده، اللي بيشوف مثلا والدته كانت مسيطرة فبيحاول يقهر الست اللي معاه عشان يطلع العقدة دي. يعني بشوف دايما الموضوع ده ساعات بيأثر علينا وعلى حياتنا بعد كده. ده حقيقي، ده انا شفت بقى الاكبر من كده، ان اغلب الناس بتيجي تقول طيب انا معترف وحاسس ان في اذى انا تلقيته في فتره الطفوله، ليه على الرغم من كده وان انا قلت والله ما اعمل كده في اه اولادي، انا مش هعمل كده ابدا، على الرغم من كده انا بكرره تاني. اه فده معناه ايه؟ اني what we don't repair we repeat، يعني احنا بنكرر اللي احنا ما صلحناهوش في حياتنا. اه جزء من التصليح ده ان انا ابقى واعي هو ايه الدايره اللي انا اتحطيت فيها. اه
ابقى واعي ان الاساءه او السلوك اللي حصل فيا او حصل قدامي ده ان هو اساءه، لان احنا مش بنفسرها كده. احنا عندنا الاب والام دول مقدسين، صح. مقدسين لاسباب في طبيعتنا الانسانيه عادي جدا، ولاسباب عرفيه واسباب ثقافيه واسباب ان هم ليه خيرهم علينا برضه. يعني احنا عايزين نبقى شايفين الصوره كامله، هم خيرهم علينا. فانا استحاله الشخص ده او حتى لو مدرس، حتى لو اخ او اخت، استحاله انا ابقى بشكل واعي وانا صغير وكبرت كده ابقى متوقع او اقدر افهمها لوحدي او اوعيها لوحدي ان دي دايره انا يعني دخلت فيها وبمارسها على غيري. طيب انا دلوقتي عندي مشكله، انا شايف ابويا وامي مقصرين معايا في الجانب ده، في الحته دي. ازاي اقدر اسامحهم؟ يعني انا عاوز اسامحهم ولا اتناقش معاهم. انا يعني حاولت مره اتناقش معاهم، لقيت انت عاق، انت مش يعني ما تمرش فيك كل اللي بعمله ده وجاي بتكلمني في الحته دي. فهل الموضوع ده بيتداوى بايه؟ بالنقاش ولا بالسكوت ولا ايه؟ لو انا زعلان منهم او في حته انا حاسس ان هم من تقصيرهم اثرت عليا وودتني في حته مش كويسه. التسامح ده رحله برضه. رحله هي تبدأ من اني انا المشاعر اللي هي متراكمة جوايا تجاه الحاجة اللي انا مش قادرة اسامح عليها او حاسس بتقصير فيها، ان انا اعبر عنها، وعبر عنها في مكان آمن او في جو آمن ما يتقليش فيها انت عاق، ما يتقليش فيها احكام. انت ازاي تتكلم معايا كده؟ انت قليل الادب الكلام ده. لا، انا محتاج اني انا اتسمع واتفهم كويس جدا واطلع مشاعري واطلعها، اذا كانت غضب، اذا كان في جزء مني كاره السلوك ده، مش هنقول كاره الشخص ده، كاره السلوك ده او كاره الاتيتيود والتوجه ده، فانا محتاج ان انا ابقى واعي بيه، اعبر عنه في مكان امن ياخد وقته. وبعد كده يعني شويه كده في رحله العلاج النفسي او في رحلتنا احنا مع الحياه بنبدا ندرك الصوره الكليه. بندرك اني طيب هو فعلا حصلت الحكايه دي، بس هو بابا وماما برضو ما كانش عندهم فيسبوك ولا ايه؟ صح. ما كانش عندهم البودكاست اللي احنا بنعملها. أيوه. بشكل تثقيفي، وما كانش موجة التثقيف النفسي عالية قوي وكتيرة قوي وكوندنسد ومكثفة كده في المجتمع بتاعنا. الناس دي كانت بتربي زي ما هي اتربت. صح. وبعد كده شوية كمان هبدأ ألقط، وده ما بيجيش بسهولة، عشان بس اللي يسمعنا ما يقولش أنا مش قادرة أوصل لكده، دكتور ليه بيتكلم بالشكل ده؟ لا، هو الحقيقة دي بتبقى بروسيس، يعني عملية علاجية كاملة. وعلاجية مش معناها ان اروح فيها علاج نفسي لازم، بس هي علاجية يا اما بشكل ربنا هيديهولك بشكل قدري، او هتضطر فيه انك انت تاخد خبرة حد متخصص يعني. ففي وسط الطريق كده باجي ابص كده على الصورة الكاملة، الاقي ايه ده؟ طب ما هم كمان غير ان هم ما كانش عندهم المعلومة، ما كانش عندهم التثقيف ده، وما كانش عندهم الوسائل المتاحة انهم يعرفوا اللي احنا عرفناه ده، هم كمان اتربوا بالطريقة دي. هتروح تسأل والدك والدتك يقولك طب ما انا ابويا فرض عليا اتجوز فلانة وما قلتش اللي انت قلته ده. صح. وانا امي كانت بتضربني بالشبشب، بقى ايه بقى اللي حصل لي؟ مديني زي الفل. هم اوريدي الطريقة اللي اتعاملوا بيها وتربوا بيها هم عملوها بشكل تلقائي جدا. فهمت. شويه كمان بندرك بقى ايه، بندرك اني لا، طب ما هو زي ما حصل اذا انا بتكلم على الحاجات اللي هي ايه، الحاجات الماينور او الحاجات الصغيره هي اثرت في شخصيتنا. اثرت، ممكن عملت هزة في ثقة بالنفس، عملت مشكلة في طريقتي في الارتباط وان انا اشوف العلاقات عاملة ازاي وايه الصحي منها وايه المش صحي. اثرت. لكن في نفس الوقت هم برضو في حاجات كتير هي اتعملت. الكلمة اللي احنا بنتكلمها دلوقتي هي جزء منها فيها خير الأب والأم، المجهود اللي اتعمل. أكيد. إذا كانوا آباء بيقدموا الحد الأدنى من الرعاية الأساسية، يعني ما جيش لحد متنصل من مهامه كأب أو كأم وأقول له ينطبق عليه نفس الكلام. لا، ما هو ممكن الأب والأم دول ما كانوش بس مش قصة إن أنا قلت لك شتمتك شتيمة ولا قلت لك حاجة مش بهون ولا سفه من ده، بس في حاجات أساسية لا، ده أنا الشخص ده ما كنتش مهتم إن هو يتعلم وأنا كنت قادر إن أنا أعلمه، كنتش مهتم إن هو يأكل كويس وأنا كنت قادر إن أنا أوفر له ده، كنتش مهتم إن أنا أخليه في مكان آمن مستقر من في المبيت والمسكن وأنا قادر أعمل ده وما عملتوش. فدي بتبقى إساءة أكبر شوية من الإنسان يتخطاها، أو نحط الاتنين في بالانس واحد. طب ده يوديني لسؤال تاني، هل بتنصحي حد أو بالطلاق؟ يعني لا أنت كده هتطلق، ولا شايفة إن دايما إن في حل إن شاء الله يعني الأمور هتمشي؟
ده سؤال كويس. احنا في العلاج النفسي ما بننصحش حد خالص اه خالص عشان حلو. الناس تطمئن تماما. احنا ده مش دورنا. اه لاني انا انصحك ليه؟ انا هنصحك دلوقتي وبعد كده هروح ادفع بالنيابه عنك فلوس مصاريف الولد؟ لا. اه انا هنصحك دلوقتي وهروح اوفر لك بارتنر تاني او شريك حياه تاني؟ لا. طب بلاش تنصحي. هل انت في حالات دخلت والله انت حلك الطلاق، يعني انت الحل بتاع، انا مش هقول لك، ولكن انت حلك انك تطلقي، ولا دايما شايفه ان في حل تاني؟ طيب خلينا ناخدها بشكل ابسط شويه. اه هو الطلاق ده مين اللي اقر بيه؟ ربنا. صح. فاكيد احنا كده بنبقى حتى بشكل انساني مش بشكل علاجي بنبقى شايفين ان هو مخرج. هو ربنا قال عنه كده: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله بالغ امره قد جعل لكل شيء قدرا. خلاص. فاحنا بشكل عام ده حاجة موجودة وحاجة كانت صحية في مجتمع ما من المجتمعات وكان بتمارس بشكل طبيعي وتلقائي. في مجتمعنا ده وفي زماننا ده ما هواش بنفس الحسبة الربانية اللي كانت معمولة في وقت مثلا الإسلام ووقت الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وما بعدهم. وارد اني ممكن انا كانسانه يجيلي خاطره اني ايه ده فلان ده حله انه يتطلق، فلانه دي حلها تتطلق، بس ان انا اذكرها انا مش بعمل ده ابدا، لا في جلساتي ولا انسانيا. ده مش حمل دورك. تقيل قوي. مش دوري بشكل علاجي. استحالة ان احنا نقول ده في الجلسات النفسية بتاعتنا، لان القرار قرار الشخص. اللي اقبله انا غير اللي يقبله غيري. صح. وده قرار شخصي بحت. وإنسانيا أنا بصراحة يعني مش حمل إن أقول لحد الجملة دي أو الكلمة دي إلا لو حاجة بتهدد الحياة وتهدد الأمن بتاع الشخص. الشخص ده ممكن يحصل له جريمة قتل مثلا. الشخص ممكن يؤذى بشكل عنيف مثلا. فساعتها يعني لو استشارني بشكل شخصي ممكن أعمل ده، بس بشكل علاجي إحنا مش دورنا بنقول ده أبدا. حلو. طيب احنا دايما بنشوف ستات يعني احنا بنقدرها جدا، هي وبتبقى ام يعني سنجل ماذر زي ما بيقولوا، او يعني هي ام بتربي وبتشتغل ولظروف ما، ظروف زوج مش موجود، مسافر، متوفي، ظروف كتير. فهل ده بيأثر على، يعني في جانب بيأثر على التاني لما الست تعمل حاجات كتير؟ زوجها مثلا مسافر، هي بتشتغل وفي نفس الوقت بتربي عيالها وبتأكلهم وبتودي المدارس وبتجيب يعني حاجات كتير. طيب انا شويه بقى انا قديمه بقى. بما انك قلت ان احنا التسعيناتي انا قديمه شويه. انا مش بحب المصطلحات بتاعت السنجل ماذر وكده. حلو جدا. يعني ده احنا كده اتفقنا. الحاله الاجتماعيه اللي موجوده فيها الام، زي ام الامام الشافعي مثلا. كانت ربت ابنها لوحده وهي كانت قديره ان هو يبقى راجل صالح ويحفظ القران ويتعلم الحديث ويحسن الشعر ويقرضه ويبقى شخص نافع كده للمجتمع ولنفسه كمان. فخلينا نقول حالة ولي الأمر سواء أم أو أب اللي بيتولى رعاية طفل لوحده بشكل لوحده أيا كانت الأسباب. والحقيقة في مجتمعنا وزماننا الحالي ما بقاش مقتصر على إن الأب مسافر أو الأب توفى أو الأب مش هما الاتنين مطلقين أو مش موجودين في مكان واحد. بقى كمان أنا متجوزة وكل حاجة بس الزوج مش موجود طول الوقت. وده غصب عنه الحقيقة. يعني أنا كمان بعذر ده. إنما بنشوف الصورة الكلية ما بتبقاش الصورة شبه اللي احنا شايفينها ان ده راجل مقصر أو دي ست مقصرة. أو ما هو بيكون مسافر بيشتغل برضو لظروف الحياة. يعني هو لما بيكون مسافر والأم قاعدة بيشتغل، ولكن يعني هل ده تقدر عليه واحدة يعني ست تقدر تعمل ده كله؟ طب خليني أقول لك على ده. ما أنا جاية لك في الكلام. لو هو مسافر أنا كمان يعني مش حابة الشكل ده من الزواج. هي الناس مضطرة له لظروف اقتصادية، بس أنا شايفة إن الجواز ده إن الأب والأم والأولاد مع بعض. حلو. اضطرينا له فترة، اضطرينا له جزء من الوقت، بس ما يبقاش ده اللايف ستايل بتاع الحياة. صح. مش من أجل ذلك الناس اتجوزت، مش من أجل ذلك الناس امتى هيشوف أولاد وهياكل معاهم، امتى هي هتبقى شايفة بشراكة، امتى هو هيبقى حاسس إن أنا عايز زوج، إن أنا اتجوزت. أنا مش بعمل مشروع وفاتح فرع في بلد وأنا في بلد. الناس بشكل اقتصادي مضطرة لده، فمش بقدر أتكلم يعني وانس إن احنا جينا الاقتصاديات خلاص مش بحب أنظر على الناس. ناس يعني طفحة الكوتة زي ما بيقولوا وجايبة الآخر.
لكن اتمنى للاجيال اللي بعد كده لما يجي يفكر ان انا لو هغترب يبقى هغترب مع اهل بيتي، لو هقعد مع اهل بيتي ولكل المميزات وعيوب. حلو. وانا بختار. بتمنى اني لو حتى احنا قللنا شويه، يعني انا كتير بيجي لي ناس هي مشغوله قوي قوي في شغلها، الناس اللي هي وركهوليك او مدمنه العمل، وبيبقى الرأي بتاعي او الريكومنديشن بتاعتي ان احنا محتاجين نقلل الورك ريليتد ستريس، الضغط النفسي الناجم عن الشغل، محتاج تاخد بوز واجازه. ازاي؟ احنا يعني احنا دلوقتي برضو احنا الوضع بقى غير، وبقى في مدارس بارقام، وبقت في مسؤوليات كلها بارقام، يعني الاكل والشرب عامه الحاجات الاساسيه. وعايز اقول لك على حاجه دكتوره، احنا برضو كأبهات لو انت ما دخلتش ابنك زي فلان اللي دخل ابنه، هتعتبر انت هتحس نفسك مقصر. انا مهندس وعملت اللي عليا وبقيت مهندس وبقيت زي الفل، بس مش قادر يعني لظروف الاقتصادية، فلازم هسافر عشان ادخل ابني المدرسة دي عشان يبقى زي ابن خاله او ابن عمه. وساعات العطاء يعني بيفسر بحب، يعني انا بدي فانا بحب. فهل العطاء انت مع العطاء المادي اللي انا يعني انا كأب انا مسؤول، يعني المعروفة الاب يعني الفيزا يصرف. فهل العطاء يعني انا لو قعدت جنبه يا حبيبي ويا روحي وكده واديته العطاء المعنوي اللي هو، هل هيضاهي العطاء المادي؟ دخلته مدرسة عادية وبقى الوضع مش زي مفروض لو انا كنت مسافر. طيب هي دي محتاجة بالانس. بلاش نقول ان احنا هنقعد معاه طول الوقت، وبلاش نقول ان احنا هنسيبه طول الوقت. يبقى في كده، انا مش بقول الناس تبطل اشغالها او ان هي تعمل بس فاكيشن، يعني تعمل بس وقت هي تقدر تقعد فيه. طب الوقت ده محدود او قليل، يبقى انا يعني الكواليتي تايم بقى، ان انا يبقى في جودة للوقت، مش قاعد معاهم ماسك الموبايل، مش قاعد معاهم مشغول عنهم، وبيبقى غصب عنه هو عايز يفس دماغه. انا مقدره ده، بس انا بقول ده يمكن للاجيال اللي بعدنا، يمكن احنا جيل مطحون قوي قوي، بس الاجيال اللي بعدنا ممكن ان هي تحقق ده بشكل او باخر، تبقى مور سمارت عننا ان هي تفكر في مهن تقدر تدي جزء من الوقت للاسره يعني. ونظام الوكاله بقى، ان انا بوكل زوجتي او بوكل اللي ليا ان هي بتقوم برعايه اولادي بالشكل المطلوب يعني، وانا يعني موكلها كده قدام ربنا ومقتنع بهذه التربيه، وبخلي سير الحركه التربويه سهل. بوفر لها حاجات وبخليها هي سهله. انا في بصادف يعني شخصيات صعبه جدا جدا اللي هو لا، هو مش موجود، وهي الأحمال والأعباء كتيرة قوي قوي والضغوط كتيرة قوي عليها، وبعد كده بيبقى النتيجة هو مش عاجبه بقى. النتيجة بقى ان هو مش عاجبه ده، شايف ان هو ما حظاش بالقدر اللي هو متخيله في دماغه، مش في المطبخ زي ما بيقولوا، مطبخ أحداث العملية التربوية. وده بيكون مجهد جدا ومحبط جدا للست الحقيقة. كمان انا معلش من وسط كلام حضرتك، هو مش شرط ابدا نوع مدرسة معينة. ودي من تحديات الجيل بتاعنا. يعني احنا زمان على فكرة انا رحت مدرسة خاصة ورحت مدرسة راهبات ورحت حكومة ولفيت كل انواع المدارس يعني، وكله كان تقريبا في مستوى تعليمي يعني مقارب، يعني ما حسيتش بفرق لا اقتصادي ولا لا انا اقولك المستوى الاقتصادي عندي انا كنت في مدرسة لغات لظروف ان احنا اللغات اتطبقت عندنا ان احنا ناخد ماث وساينس اجباري بقى، خلاص هنكمل بيه حتى في ثانويه عامه. فماما شافت ان الانسب، ومفيش مدرسين اول سنه يطبق، الانسب ان انا اروح مدرسه عربي. لا، شفت في فرق كبير ان احنا اولا كل واحد تجرد من اليونيفورم، هو مش لابس يونيفورم، فكل واحد ظهر في فرق كبير في التعليم كمان. لا فرق. هو بقى انت اصغر مننا شويه بس اللي اقصده ان دلوقتي بقى اللي احنا بنمارسه ان لا، انت لما وديتش المدرسه فعلا زي ما حضرتك بتقول مدرسه خاصه، مش عشان ابن خالته في الحته الفلانيه وابن خاله في الحته الفلانيه، عشان دلوقتي معايير المهارات والمتطلبات العلميه اللي المفروض يخرج بيها الطفل او الطالب مش موجود للاسف في حبايبنا اللي هم المدارس الحكوميه.
وان كان لكل ميزه وعيب، عشان مش عايزين نبقى يعني بنقول بقى الناس اللي هم من ايجيبت لا في كتير اصلا طلعوا من حكومي ما شاء الله، هم وبيتعلموا مهارات تانية. يعني آه. احنا عيالنا بيبقوا فوفي شويه، اه اللي هم اولاد الحكومي بيبقوا ساندين نفسهم صح. وولاد بلد وعارفين يتعاملوا كويس جدا، بيبقى عندهم مهارات تانية. ما هو بقول لك ربنا بيعوض، يعني في حته تعويضيه كده قدريه. طب هسألك، استثمر في ولادي في تعليم ولا المهارات الحياتية؟ في تعليم ولا الاتنين. التعليم آه. ده حق من حقوق الطفل، والمهارات الحياتية انت لو علمته وسبته بدون مهارات حياتية هو مش هيعرف يدير اللي هو اتعلمه. خلاص هو مش هيعرف يعرض اللي اتعلمه، مش هيعرف يعمله بروسيسنج او يعمله معالجة بحيث يطلع شيء منتج للحاجة دي. مش هيعرف ان هو يتناول امور الحياة كلها. يعني انت علمت روبوت مثلا AI مثلا وما خليتوش بني ادم بقى يعرف يتكلم، يعرف يحل مشكلة، يعرف يتفاوض. فالاتنين مع بعض، الاتنين مع بعض. طيب انا دلوقتي احنا بننتقد جدا في تعاملنا مع اولادنا في الفتره دي، لان احنا بندي حب زياده، بندي دلع، يعني بندي له طفولته بمعنى اصح بكل المقاييس. هل ده، ودايما ننتقد انت بتدلع كده، انت كده هتخش في حته الدلع. هل الحب الزياده اللي احنا بنديه ده فعلا دلع وغلط، وممكن يطلع ولد فافي زي ما احنا بنقول او بنت مش مسؤوله؟ على حسب الحب الزيادة دي يعني وزنها بإيه؟ يعني المقياس بتاع الحب الزيادة ده إيه؟ ما احنا دلوقتي بطلنا نضرب أولادنا، أطفالنا، بطلنا نعاقب بشكل معنف، بطلنا ننتقدهم. يعني في فترة كمان اللي هم السن من سنة ل3 سنين 4 سنين، يعني ما بيبقى الحب زيادة قوي، يعني ما بيبقاش. هو ده الطبيعي. الطبيعي ان احنا ما نضربهمش، مش بطلنا نضرب، احنا كده بقينا نحبهم زيادة. هو الطبيعي حتى لو انا ما بحبش بني ادم او ما بحبش انسان ان انا نستغرب ولا ايه ان انا ما اضربوش، ان انا اكرمه، ان انا ابقى فترة سنة وثلاث سنين اللي حضرتك بتقولها دي هي فترة البامبرينج. طيب. الدلع واللطف، وان انا اكون مستجيب ليه. يعني الولد يبكي استجيب ليه، ان انا كده. لكن بقى هي فكرة بقى انا حسيت من كلمة الحب زيادة التعلق الزيادة. الحب يا جماعه حبوا ولادكم، انا مش حاجه نظر عليكم انكم تحبوهم قد ايه 5 سنتي. انا اقصد دلع، يعني حب، يعني احنا دلوقتي مفرط. تعلق مفرط او اعطاء الامر الحبل على غاربه كده. لا انت كده بتطلع طفل اللي هو ايه بقى مفرط الدلال. وده بيبقى كبير، ما بيكبر كده بيبقى عامل زي حمادة عزه كده. يعني شخصيه متعبه ويعني قليله التحمل المسؤوليه. فهو احنا نحط مع الحب وان احنا خلاص متقبلين اولادنا، وطبعا يعني مش بنسيء اليهم بشكل دايركت. يعني في اوقات هنضغط فيها، في اوقات هنغلط فيها، ده طبيعي. عشان انا قلقانه قوي من ان انا وسط الحلقه ان احنا نتكلم نضغط على الناس بزياده. لا انا بتكلم ان احنا كلنا بنغلط. وده كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين توابون. كلنا هنغلط في التربيه، كلنا هنعمل هفوات، وكلنا هيبقى عندنا وقت ستريس جامد، احنا مش في الطف واحسن حالاتنا، وكلنا هنقرا ونروح علاج نفسي وهنعمل حاجات، وبرضه هنغلط عادي. تمام. بس المهم يكون الباترن بتاعنا، نمط التربيه بتاعنا متوازن. يعني ما يبقاش انا دي الطريقه الوحيده اللي بنتاجها مع اولادي، الاساءه والضرب والضغط. لا، يبقى باترن متوازن. ممكن نقول 70% و30% حاجات مش تمام، 80% و20% هربوا مني، وارد. يعني ما فيش منه مشكله. مع الحب بقى اللي هو ايا كان مقداره، ما يبقاش فيه تعلق مفرط، اللي هو لا انا عايز الاوفر بروتكشن، ده الحمايه الزايده، انا عايزه عيالي جنبي ما يعملوش حاجه، ما يقابلوش الناس عشان خاطر الناس الوحشه دي هتاذيهم. هم محتاجين يتعرضوا للخبرات الحياتيه دي، وبعد كده يتعلموا مننا هيتعاملوا معاها ازاي. لكن ما حاولتش عليه وده هتصاحبه وده مش هتصاحبه. لا مش بالشكل ده. يعني ممكن اديله كنصيحة، اتناقش معاه فيهم، اعرف الناس دي كويس، اعرف اهليهم كويس، بس مش بشكل ان انا عيالي ما يروحوش حتة ويقعدوا هنا ولازم يبقى كل طلباتهم مجابة. مفيش، الحياة مش هتقول لهم مليون الف لا. فانا لو اديتهم، لو انا معرف الحب المفرط اللي حضرتك قلت عليه، ان انا بدي كل الطلبات بالزياده وبدي كل حاجه عشان ابقى اب جميل وكيوت او ام فظيعه، دي اساءه. ما ازاي الغي فكره الطفل
ان العطاء مرتبط بالحب او الحب مرتبط بالعطاء. انا بديك فانا بحبك او انا ما بدكش. يعني انا هديكي مثال، كان ابني كنت انا معوده ما ينزل السلم لوحده ويطلع لوحده ما بشيلهوش. فجيت في مره كنت مستعجل فشلته ونزلت بيه بسرعه، فقال لي انا بحبك يا بابا عشان انت بتشيلني ومش بحب ماما عشان هي ما بتشيلنيش. يعني حسيت اني وقتها لا، قلت له لا انا مش مفروض ان احنا بنشيلك يعني. بس حسيت اني وقتها ان اي حاجه عطاء هترتبط بحب، لكن وقت ما انا منعت، ورغم ان ده حب المنع بيرتبط بان انت مش بتحبني. وده احساس بيبقى صعب علينا كابهات وامهات، انك انت بتمنع طفلك من حاجه وبتحس فيه انك انت مش بتحبني، مش انت منعتها عشان انت يعني هو ما عندوش الوعي انك انت منعت هو ده. مش هيدركها بالشكل ده، اه بس هيدرك مننا ان احنا جانب آمن. امم خلينا نقول كده، اما نبقى متوقعين بالنسبة للطفل، واما يثق فينا مرة بعد مرة، واما يبقى عارف. يعني احنا بنفسنا كده بندي ادوية وحقن وتطعيمات للطفل، ما ده اكيد هو مش عايزه، صح. بس مش معناه ان انا مش هعمله. مم. وناخد بالنا من حاجة، ان الطفل بيحب لو في والدين مش على نفس القيم ونفس طريقة التربية، الطفل بيلقط ده، وبعد كده بيحب الشخص السهل واللي هو يعني اللي بيحب الشخص البسيط او اللي بيدي كل حاجة او بيعمل كل حاجة. ما بيحبش الوالد الصحي اللي هو هيلزمه بتراك معين، هيديله بعض المسؤوليات، وده من كمال الحب. هيقول له بعض اللقات في حياته، هيقول بعض اللقات، وده طبيعي ان انا اقول له مش كل حاجة هتبقى متاحة او ملباه. فده مع الوقت، مع ادراكه مع الوقت، وان انت شخص مستقر، امورك متوقعة، عارفين اولك من اخرك، هيوصل له الحب بدون ما احنا نبقى مضطرين ان احنا نأكدها له بحاجات كتير او ان احنا ننفذ له كل اللي هو عايزه. احنا مش مضطرين ابدا لده. يعني احنا نشتغل زي ما احنا ماشيين، وحبني ان شاء الله هيحبني في يوم من الايام. هيحبك باذن الله. المشاعر بتوصل، يعني مما لا شك فيه، المشاعر بتوصل، واحنا بنعمل اللي في مقدورنا. وما ننساش برضو ان هم هيجوا في وقت من الاوقات، هيبقوا اباء برضو، امهات هيتحطوا في نفس المواقف، فهيدركوا ايه ده كان حب، ايه ده كان كذا. كل ما المنظومه المعرفيه والادراكيه بتاعتهم بتكبر، كل ما بيتسهل علينا ده. طيب جميل الكلام ده. انا دلوقتي جبت طفلي الاولاني وربيته بطريقه، انا شفت مع طفلي التاني ان الطريقه اللي ربيت بيها الاولاني كان فيها غلطات كتير، فبحاول اربي التاني كويس، بس انا طول الوقت حاسس ان ده مظلوم فيه. يعني ازاي بقى يعني اعوضه، زي ما بيقول اعوض طفلي الاولاني عن السقطات اللي انا غلطتها معاه؟ ما تغلط اغلط. يعني اللي اقصده محدش ينشف على نفسه قوي، ولا انا هغلط بقى هستبيح الخطأ. يعني الطريقة بتاعت ان انا خايفة اغلط قوي دي هتخلينا نغلط، وهتخلي عندنا لوم للذات كتير قوي. جزء من قدر الطفل الاولاني اللي ربنا كتبه له في حياته ان هو يكون الاوردر بتاعه طفل اول. واحنا في الطب النفسي يعني بنبقى عارفين الكرايتيريا والخصائص بتاعه الطفل الاول بيبقى عامل ازاي، الطفل الوسطاني بيبقى عامل ازاي، الطفل الصغير بيبقى عامل ازاي. فهو اللي حصل فيه ده على قد ما عارفني، ما انت لازم تعذر نفسك. يعني هو الاب والام برضو بني ادمين، وده اللي بنعلمه للناس في العلاج النفسي، ان وارد ان باباك ومامتك اخطأوا، بس اخطأوا عن جهاله، واخطأوا لان هم بشر. فانت بس اللي كنت مقدسهم بزياده وشايفهم هم يعني آلهة على الأرض. فأنت ما تنزلهم منزلتهم إن هم ليهم مميزات كتير وليهم بعض العيوب، الصورة قدامك هتبقى مستقرة يعني. فهو مفيش تعويض ولا حاجة هنعمله الطفل الأولاني، لأن الأوفر كومبنسيشن ده بقى أو التعويض المفرط بقى هيوديني يخليني أجنح لأقصى من اليمين أو اليسار يعني. وهيأثر على الأطفال اللي بعد كده. يعني ما ركزش، خلاص اللي حصل ونعوض اللي جاي مش اللي فات. لو انا غلطت غلطات كبيره اعمل ايه بقى؟ بعلن عنها وبعتذر اعتذار صادق. ما صعب قوي الاب والام يعتذروا. ده المثال اللي احنا عايزين نعمله. ده المثال اللي احنا عايزين نعمله، ان على الرغم من ان انا اب وام اكبر ومفروض افهم اكتر منكم وبتاع، بس انا كمان بغلط وبعتذر. فيكبر هو ايه ده، هو الغلط وارد والاعتذار عن الخطأ وارد، ودي حاجة صحية وطبيعية. ولو انا اتعلمت طريقة مختلفة النهاردة، قعدت وقريت كتاب ولا رحت جلسة نفسية وتعلمت حاجة مختلفة في التربية، فمهم قوي ان احنا نعلن يا جماعة انا اتعلمت طريقة مختلفة، وانا بتأسف ان انا الوقت اللي فات ما كنتش اجمل حاجة في ده، وهجرب معاكم
وانا بجرب انا بتعلم حاجه جديده، فانا هرجع للاصلي برضه. فانتوا هنستحمل بعض. الطريقه دي في حد ذاتها، الموديلنج ده، النمذجه دي هم شافوها قدام عينيهم بتحصل معاهم بشكل صادق. هم مش بالعكس، انت كده عالجتهم وظبطت الدنيا بكل الطرق. عملت اعتذار صادق، احترمت مشاعرهم، اعلنت ان انا بتعلم وبتغير. فانت اديتهم حاجه اكبر بكتير من ان انا اديله هديه اكبر واديله حب اكتر واحضان اكتر. لا، انا اديته حاجه قيمه في الحياه اتعلمها. يعني الواحد لو يعني مات بعدها يبقى مطمن ان هو عمل حاجه يعني. حلو. هل في طفل بيتولد الطفل ده شرير من وهو مولود، ولا كلنا بنبقى صفحة بيضة وظروف الحياة هي اللي بتدخلنا بقى ان انا الطفل ده صعب، الطفل ده عصبي؟ يعني انا عايز اوضح لك بشكل تاني، هل احنا لينا دعوة بالطفل ده هيتكون يبقى ازاي؟ مما لا شك فيه، بس يعني هو السؤال ده فخ شويه على فكره. سؤال لئيم شويه. بس هو مفيش حاجه اسمها ان الطفل بيتولد صفحه بيضاء قوي برضه. خلينا بقى امينه مع حضرتك. احنا في جزء لودد كده محمل وانا مولود بيه اسمه جينيتكس. جيناتي عامله ازاي. ما للاسف ده احنا برضو لينا علاقه بيه، يعني انا كأب عصبي فابني هيبقى عصبي عشان الجينات. مش طب وانت ايه علاقتك بالجينات؟ يعني انا مثلا جين من عيلتي مثلا عندهم العصبيه مثلا، زي ما حضرتك قلت مثلا. انا يعني علاقتي في ده ايه؟ العصبيه جزء منها مكتسب، جزء منها ان طبيعه الجين بتاعي كده. حلو. يعني في اصلا حد هو عصبي، هو كده ربنا خلقه عصبي، التمبرمنت بتاعه كده، هو طبيعه شخصيته كده. حلو. ومش كل اسباب العصبيه كده، والعصبيه دي بتهندل يعني. بقدر ان انا اعمل لها مانجمنت عشان اقدر يعني ابطئ السياق بتاع العصبيه. لكن انا مثلا في الاضطرابات النفسيه مثلا، عيله معينه معروفه مثلا ان هي الجينز بتاعتها محمله بالانكزايتي، باضطراب القلق المعمم. ده ذنبه ايه؟ هو اتولد كده. حاجه حد تاني لا، بالديبريسيف سيمبتومز او ديس اوردرز، الاضطرابات الاكتئابيه. هو ذنبه ايه؟ هو كده. ولذلك برضو في بعض الاضطرابات الشخصيه جزء منها جينيتك. بس الجميل بقى في الموضوع بقى المبشر ان لا، احنا في جزئين بقى نقدر ان احنا نظبط فيهم ونتحرك فيهم. حلو. وده من رحمه ربنا بينا، ان جزء السايكولوجيكال، الاسباب السايكولوجيه بتاعت النشأة. انا ربيت الطفل اللي هو محمل بجينات دي، ربيته ازاي ونشأته ازاي، ده ممكن يختلف خالص ويعمل لي نتيجه مختلفه تماما. رغم ان الجين موجود. يعني يغيروا يخلي الابيجينيتكس ما حول حاجه اللي هو ما حول الجينات تتغير. ويخلي جين اكسبريشن يحصل له كانسليشن. يعني بدل ما الجين يعبر عن نفسه، انا جاي من عيله هي مثلا عصبيه شويه زي ما قلنا، لا خلاص يحصل كانسليشن، الغاء، لان الجين ده يعبر عنه بالشكل ده. من النشأة وطريقه التربيه. الجزء التاني السوشيال بقى، الجزء الاجتماعي والستريسورز والحاجات المحطات اللي بيمر بيها الانسان في حياته. ده برضو جزء بيشكل هو الانسان في الاخر هيديني ايه. مفيش حاجه بتتكون لوحدها بسبب واحد، هما 3 اسباب في بعض. جزء الجينيتك، وجزء البيولوجي، انا تركيبه دماغي ازاي، وتركيبه جسمي ازاي، وتركيبه الجينات بتاعتي ازاي، والجزء السايكولوجيكال، التنشئه او التربيه، والجزء السوشيال، الجزء الاجتماعي واللايف ستريسورز او ضغوطات الحياه ومحطات الحياه المختلفه. حضرتك قلت لنا ما بتنصحيش حد بالطلاق، ولكن هل لو في احنا لسه في فتره الخطوبه ممكن تقولي ده لا اهرب، او دي اهربي يا بنت الحلال؟ يعني برضو انا ما بقولش بشكل يعني محدد، بس هي فترة الخطوبة فيها سعة ومساحة اكبر من اعتبارات الزواج ووجود اطفال وخلاص علاقة يعني لها ميثاق غليظ يعني. الخطوبة هو يعني عقد وعد بإتمام زواج لو الأمور مناسبة. فهو الأمور واضحة وسهلة وبسيطة. فلو أنا يعني بوجه عام كده لقيت إن الشريك المحتمل إن هو قيمي مختلفة عن قيمه، أكمل ليه؟ يعني الدنيا بسيطة. لقيت إن إحنا ما بنوصلش في تفاهم أو طول الوقت بنختلف وما بنرجعش تاني، إحنا ما بنقلقش من اللي بيختلفوا، بالعكس دي حاجة صحية جدا وهتحصل في أي علاقة في الدنيا. المدير مع مرؤوسيه، الأب مع أولاده، الإخوات مع بعض، الزوج مع زوجته، الخطيب مع خطيبته، الزملاء والأصدقاء، لازم يحصل. وجوده معناه أني أنا شخص حقيقي.
اني حصل اختلاف. اه لكن بلم ده ازاي؟ دي نقطة جوهرية. انا بقلق من المخطوبين اللي بيعكوا ما بيلموش وبيكملوا خلاص بالقوة الدفع الذاتي كده. فقوة الدفع الذاتي دي لا، ده انت كده يعني هتخبط في الحيط. او اللي هما ما بيختلفوش خالص بقى، يعني بنقلق بقى، ما هو كده هيحصل اختلاف. فاحنا مش عايزين اول اختلاف يحصل اللي هو بعد الجواز بقى. فاحنا مش عارفين دول هيعرفوا يتعاملوا كويس ولا لا، هيظبطوا ولا لا، هيرجعوا تاني ولا لا، هيعرفوا يرادوا ويترادوا. الديناميكيه دي انا ما شفتهاش، ما اختبرتهاش في فتره الخطبه، او ان انا بستعد ان انا اشوف شريك حياتي ده مناسب ولا لا. فده مهم. طيب يبقى منظومة القيم مختلفة، ما تكملش. حد شايف ان الحياة فهلوة وناخدها كده بالضحك على على الناس ومش عارف اي حد تاني، لا هو عامل حدود وايثكس كويسة بتاع، لا يعني ليه تكمل؟ ليه؟ ايه اللي جبرك؟ حد مثلا في الاختلاف I can fix him او I can fix her، يعني انا هقدر اغيرها بعد الجواز. يا راجل ما فيش حد بيغير حد. احنا بنغير نفسنا، ده اللي انت تملكه يعني. لكن اني حتى المعالج النفسي يغير حد، لو اللي قدامي ما عندوش الإرادة دي، انسى. انسى. طيب هسألك سؤال. هل احنا لما هنروح ونتعالج ان شاء الله نبقى كويسين، بنتعالج بنخف؟ يعني هل المرض النفسي او الأزمة النفسية اللي تعرضتها بتخف، ولا انتوا بتعلمونا ازاي نتعايش بيها؟ according يعني هي عبارة عن ايه؟ فانا لو احنا بنتكلم على مستويات مختلفة باشمهندس عبد الرحمن. لو انا عندي اضطراب نفسي، فلا ده بشكل طبي وموضوعي، وله بعض التكنيكات العلاجية كمان في العلاج النفسي او الجلسات النفسية، يعني على حسب المقال بتاعه هو بيتعالج بنسب. لكن لو انا زي ما حضرتك بتقول انا بمر بأزمة حياتية، او اللي بنسميها interpersonal conflicts، او يعني صراعات داخلية وصراعات مع الشخوص، او interpersonal relationship conflicts يعني مع الشخصيات اللي انا حواليا، او أزمة حياتية او صدمة نفسية، فده بتكنيكس مختلفة. الأثر بتاعها بيقل كتير وبيزول، مش مضطر ان انا انسى، مش هدف علاجي، بس الأثر بتاعها يعني بيحصل له زي كده أنا اتعورت والجرح بتاعي بياخد فترة بيبقى نائح عليا، وبعد كده بيبقى سخن كده وأحمر وجارحني وجعني، وبعد كده بيبقى هيلد وبيبقى الدنيا يعني كويسة. وده بيحصل في العلاج النفسي، وده هدف من أهداف العلاج النفسي أصلا كمان. يعني في ناس ممكن تدخل حاجة تطلع حاجة تانية طبعا طبعا ده بنشوفه يعني، وطبعا الشفاء من عند ربنا يعني أكيد. لكن كأسباب ومسببات يعني الحمد لله دي تول وسيلة ربنا أهدها لنا. واي نوت يعني دي حاجة حلوة أوي. في ناس بتقول ان شريك الحياة انا عاوز يبقى صاحبي، او يعني هي تبقى صاحبتي، نحكي لبعض اسرار بعض، نحكي كل حاجة. بتشوفي ده حاجة صح؟ ولا عندنا في يعني اللي احكي لصاحبي ما احكيهوش لمراتي، في حاجات ما احكيهاش لمراتي، او في حاجات ما احكيهاش لجوزي؟ صح. كايه بقى؟ كإنسانة ولا كإنسانة؟ هو كإنسانة او كمعالجة برضو نفسية. هو الانتمسي جزء من ان العلاقة دي علاقة صحية. حلو. ان انا قادر افصح عن ذاتي. حلو. حتى كل ما انا بدخل لجوه وبقدر ان انا افصح عن حتى الحاجات اللي انا متضايق منها وقلقان منها وخايف منها، كويس. لكن ان انا احط حدود، الحدود دي في وقت من الاوقات ممكن تبقى حواجز تمنعني ان انا استمتع بعلاقة حقيقية. بس في حاجات بتفسر بعد كده ضدي، يعني لو انا قلت عن حاجة ممكن تفسر ضدي. يعني مثلا انا هحكي لمراتي ده ابويا كان بيضرب امي، فاجي مثلا ما انت ده انت اللي ابوك كان بيضرب امك مثلا، يعني ممكن تتاخد ضدي. او العكس، انا البنت ابوها كان بيضرب والدها ودي حاجة مضايقها، فانا لما هاجي اضربها اقول لها ما عادي، ما انت متعودة. طيب انت لو في حتة تاني انا كنت قلت ان ده جزء من الاجزاء اللي المفروض ما تكونش موجودة اصلا في علاقات اصلا. بس انا فاهمة هي جاية منين. هي جاية ان احنا تعودنا على كده، احنا عايزين شماعة نقول عليها السلوك ده حصل ازاي. فيبقى انت عشان انت قلت لي المعلومة الفلانية فهي كذا، يعني احنا عايزين نفسر ده. بس العلاقات دي اعماق مختلفة. ففي ناس بتوصل ان هي لا انا بقول الكلام ده، وده بالعكس بيكون الموطن اللي غيري يعني بيحتويني فيه، اللي هو لا هي دي مرت بتجربة كذا كذا كذا، فلذلك مش هنكرر التجربة بشكل او باخر. او لذلك هي معذورة، انا لاقي لها عذر او لاقي له عذر بانه مر بالظروف دي، فهو اتكون بالشكل ده.
ده شكل العلاقه الهيلثي. احنا اغلبنا ما دي عايش مثالية قوي. احنا اغلبنا عايش adaptive relationship، علاقه تكيفيه، على قد دماغك هديك. انت من الناس اللي بيمسكوا السقطات والكلام، فانا هفلتر بقى، هحط فلترز. وفي ناس يعني بعض برضو دكاترتنا واساتذتنا قالوا ان وجود مساحه، يعني حتى مصطفى محمود قال كده، وجود مساحه كده اللي هو نبقى ايه في العلاقات مش قافشين قوي خصوصية. بعض، نعمل زي كده ايه يعني مساحات انت كده لسه زي مش عارفني فيه. العربيات كده. يعني يبقى مساحه كده. دكتور عادل صادق برضو استاذ الطب النفسي الله يرحمه كان قال برضو ان مهم ان يكون في مساحه كده الواحد يختلي بيها بنفسه يعني. هي مستويات واعماق في العلاقات، وكل واحد يختار هو اللي قدامه ينفع معاه ايه وانا هظبط ده ازاي يعني. دايما الست شايفه ان الراجل مش حاسس بيها، والراجل شايف ان الست مش حاسه بيه وهو بيعمل قد ايه بره البيت. يعني دايما هل احنا ينفع نحس ببعض؟ يعني الراجل ينفع يحس بالست وضغوطاتها ومشاكلها، والست تنفع تحس بالراجل، ولا احنا بنتفهم بعض بس؟ يعني من كتر ما الكلام زاد قوي، الست حاسه بايه والراجل حاسه بايه، انا بقيت ابقى يعني عندي كده ضيق شخصي كده، يا جماعه كفايه الستات حاسين بايه الرجاله حاسين بايه، هما في الاول والاخر بني ادمين يعني. فلو انا يعني كانسان مش قادر ان انا احس بالانسان اللي قدامي ايا كان جنسه ايه وبيقرب لي ايه، واحد في الشارع انا مش قادر احس بيه، فيعني خلاص يعني بشوفها مأفورة شوية، يعني بشوفها اوفر شوية. يعني وهي برضو حاساه، يعني انت بتعمل ايه؟ ما انت بتنزل تشتغل ما زي كل الرجاله ما بتشتغل يعني. الصورة الكلية ادراك الصورة الكلية بيفرق قوي، بس ده بيجي بمراحل يعني بعيدة المستوى شوية. هي واضح ان انزعاجها ده ان في احتياج ما غير ملبى، احتياج نفسي ما، المشاركة هي مش لاقاه، يعني بتتخانق معاه عشان انكشه فعشان يكلمني. حلو. او ان هو بيقول لها طب وانتي بتعملي ايه، هو محتاج تقدير مثلا. لان انا بتعب وبشوف اشكال ضالة في المجتمع، وبتعامل بشكل صعب وبتعب كتير خلال اليوم، وده مش متشاف او مش متقدر، او مطلوب مني حاجات فوق قدراتي. يعني تقصدي لو دوينا الاحتياجات المشاعر بتهدى. يعني انا فهمت قصدك، ان انا لما اقول انت مش حاسه بيا، فانا عاوز اعبر عن حاجه جوايا انا. ايوه. مش انت فعلا مش حاسه بيا، هي حاجه انا عايزه اتكلم، انا عايز شويه تقدير، او هي برضو عايزه شويه اهتمام، عايزه شويه مشاركه. دول لو اتظبطوا في المهارات بتاعه التواصل بتاعتهم، او ان انا افهم ايه اللي ورا ده، بيساعد كتير لو النية سالكة. يعني عايزين نحط كده لو بين قوسين كده، لو النية سالكة ربنا هيدي لك نيتك ويبلغك مرادك يعني. حد فيهم يعني حاطط الموضوع مش في باله، مش مهمة، مش من أولوياته العلاقة، مش هتظبط على فكرة. حلو. بعد شوية من الجواز نبدأ نتهم بعض، انتي بدأت تأهمليني عشان هي جابت طفل وبدأت تهتمي بيه أكتر، وساعات كتير أبهات بتغير من أولادها، وهي برضو شايفة ان بتاع الورد اللي كان كل شوية داخل لي بوردة وطالع لي بوردة ده بطل يجيب لي ورد، فبنبدأ نتهم بعض، انت بدأت تهمليني وانت بدأت تهملني. فيعني شايفة الموضوع ده، هل احنا بندي يعني هاي اكسبكتيشن للعلاقة، ولا ايه؟ ولا احنا برضو لازم نهتم شويه، نرجع نهتم شويه برضو احتياجات يعني. انا بسمي الاحتياجات دي عامله زي الازايز، الاحتياجات النفسيه بتاعتنا عامله زي الازايز. فلو الازازه فاضيه خالص وانا طالبه من شريك حياتي يجي يملاها لي كلها، محدش عنده الطاقه لكده. فهو العلاج النفسي او الانسان يبقى سوي او مستقر كده، ان هو بيعرف يدي احتياجاته قدر كافي منها، مش يملاها الفل، مش عايزين الفل، بس قدر كافي منها يخلي الازازه مستقره في مكانها كده. خلاص، ده دوري انا تجاه نفسي. وده هيساعد كتير ان ما تحصلش المشاكل دي، عشان التوقعات بتاعتي من شريك حياتي ما تبقاش مضنيه. انت لازم تهتم بيا، لازم تخرجني على طول، لازم تعمل لي كذا، لازم تهتم. كان بيحصل كده وبدا عشان التوقعات زي ما حضرتك قلت، توقعات. طب ما الدنيا مفرداتها اتغيرت، والمتطلبات بتاعتي اتغيرت، والبامبرز اللي ما كانش بيتجاب بقى اتجاب، وان انا الولد ده هيدخل مدرسه ولا ورا مدرسه، دي مفردات ما كانتش موجوده. فالطاقه والسعه بتاعت الوقت ما بقتش تسمح بان ده يحصل. بس زي ما بيقول كده، قليل دائم خير من كثير منقطع. نقدر نعمل ده ونجدده ونبقى حاطينه ان مايند، او نبقى مقدرين ان انت مستحمل عشان دي نقطه بتفرق. يعني بيقولك يعني مش مهم، يعني حتى لو ما جابليش اي حاجه، وحتى لو ما عملتليش الحاجه الفلانيه، بس هي مقدره ان انا بتعب، او هو مقدر ان انا هلكانه وتعبانه وجايبه الاخر. الحته دي بتوزن قوي.
ما انت مش لازم تجيب لي الشوكولاته والورد اللي انا نفسي فيه، بس انا عارف ان انت مقدر، وانت كمان عارفه ان انا مقدراني في اني بيحصل دروبات. حلو. دايما بيبقى عندي هس من فتره المراهقه وازاي هعامل ابني فيها. فاحنا نستناهم يسالونا الاسئله اللي هم المفروض يسالوها لنا، ولا انا المفروض اروح اقول له هيحصل كذا وهتحصل كذا وكل حاجه اكون مجهز من الاول؟ انا بفضل ان نبدا ما قبل المراهقه كمان. حلو. لاني خلاص هم الاولاد دلوقتي، زمان كانت الاباء والامهات عارفين ان المصدر الوحيد للمعلومات انا وزوجتي والتلفزيون. المسلسل بتاع الساعه 8 ده وشكرا، يعني لما يجي مشهد حاجه بنفسره بشكل ما وشكرا والدنيا لطيفه وزي الفل. في العصر الحالي ده لا، انا مش المصدر الوحيد للمعلومه. في شورت كاتس اللي بيحضروها دي، شورتس اللي بيحضروها، وفي اليوتيوب وفي الانستجرام وفي الديب ويب وفي حاجات كتير قوي. فانا محتاج ان انا ابقى مواكب ده. فبكل الاحوال احنا محتاجين نتكلم ما قبل المراهقه، ومحتاجين نصيغ الكلام او ان احنا هنعرفهم بمفردات معينه جديده في حياتهم او مصطلحات هم هيقابلوها يعني بالطريقه المناسبه للمرحله العمريه الفلانيه. ده مهم ابدر انا، لاني لو هو انا بدرت هو بيثق فيا، بيبقى عنده اسئله بيقولها، وغالبا بيختبرونا كمان. يعني بتبقى المعلومه واصله لهم، بس هيشوفوا بقى بابا ايه هيقول ولا لا، وماما هتقول ولا هتطنش وتعمل نفسها مش شايفه ومش سامعه. انا مهم ان انا اكون مستعد لده. وكل مرحله عمريه ليها السياق بتاعها والطريقه بتاعتها، وهقولها لها ازاي، واسمع اسئله واكون منفتح حتى لو السؤال صدمني يعني. وممكن ان انا اقول مش عارف، طب انا اسال وادور وهرد عليك. حلو. وارد يعني. لو انا اتزنقت اقول له طب استناني هجيب لك. ده بيعلمهم حاجه تانية بقى، بيعلمهم ان بابا مش فتاي، بيعلمهم ان انا ممكن اقول انا ما اعرفش، بيعلمهم ان انا في وقت ان انا ممكن اقعد مع نفسي عشان اظبط اموري، ومش عيب اني انا اكون واضح وما اعرفش حاجات وكده. وده بيعلمهم حاجات كتير قوي.